السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو جديد على قناة زملكاوي. طبعا الواحد كان بيحضر كده فيديو ملخص الأسبوع أو أهم أخبار الكرة اللي بتحصل والحوارات والحلقات الجاية. الواحد كان قاعد كده في أمان الله ويشوف مذاكرته ولا بيشوف حاله، قام يهل علينا كده خبر ونلاقي حوارات، ولازما الزمالك ما يخلوش من الحوارات الجانبية. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين طبعا لازما نلاقي حوارات طبعا من داخل الزمالك في كل حاجة علشان الحياة تمشي كويس في المنظومة الكروية الفاسدة اللي احنا عايشين فيها. طبعا قبل ما نتكلم في أي حاجة، اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش لو جيت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد إن شاء الله ننزله، ولايك جميل وتعليق جميل عشان أرد عليك في التعليق تحت. وكمان ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني اهم حاجة طبعا تتعبد ربنا في الشهر الكريم اللي احنا فيه دلوقتي علشان يعود علينا ايام بخير ان شاء الله. كل سنة وحضرتك طيبين بمناسبة عيد الفطر. قاعدين في امان الله في ايام مفترجة، نلاقي لك فيديوهات منتشرة ناس مش عايزين نتكلم. الفيديو منتشر للناس اللي بتشتم شيكابالا. اولا طبعا الراجل طبعا ربنا ياخد حقه باذن الله وينتقم من الشتم او سب ليه باي شتيمة وباي لفظ خارج. لكن هو طول عمره عامل لكم حرقان؟ هو الحرقان وصل للدرجه دي؟ اولا كده قبل ما نتكلم، فين المسؤولين؟ فين اتحاد الكوره؟ فين تذكرتي؟ فين الناس اللي شغاله دي؟ وقفوا شوفوا الناس اللي شتمت دي ووقفوهم. ولا اشمعنى مش قابله يتكلم ولا ينطق بكلمه تاخدها عليه ذله؟ منظومه ظالمه، قمه في الظلم. يعني هو ينفع كده؟ انا معرفش ايه ده. ضروري نلاقي اجراءات قاسيه وصارمه مع الناس اللي بتسيء للراجل ده. الراجل ده ما عملش حد حاجه عشان يتساءل ليه. لازما حد يفهمنا درجة الحرقان عالية اوي كده. عمل ايه اصلا؟ يعني انا معرفش. دلوقتي الراجل ما بيلعبش وبعيد عن اي حاجة، ولا بيطلع يتكلم ولا بينطق. فيها ايه بقى؟ لازم نعمل حوارات، صح؟ الحوارات التي من ساعة كرة القدم في مصر لازم ندخل كده الراجل ده في كل حاجة. الراجل اصلا ما اتكلمش ولا نطق. طول عمرك بتهين ليه وبتسيء ليه؟ بتسيء ايه ليه؟ معرفش. انا الحمد لله مش عايز اجيب سيرتك ولا اجيب اسمك ولا اذكرك، وانت ما تعنيش لي حاجه. انت زي التراب تحت الارض. انا مش عايز اتكلم، بس انت تحت الارض بالنسبه لي، فانا مش هجيب لك سيره. بس هو الراجل ده حراق وبيحرق، بيحرق جامد قوي. وطول عمره كده في عز. يا اخي ده انت ما بتفرحش بالبطولات اكتر ما تقعد تشتم فيه وتهينه. انت اصلا انت ايه ديتك اصلا؟ ديتك اللي انا في ماتش السوبر هديك الرباية المحترمة في ماتش السوبر المصري باذن الله، والراجل هينزل يجيب فيك هاتريك ولا كام جون عشان يعلمك في مين. وانت يا شيكابالا دورك كده تنزل في ماتش السوبر ما ترحمهمش، ما ترحمهمش، ما ترحم. زي ما انت عايز ترد رد في الملعب، اديله درس قاسي، اديله درس قاسي. ما تردش بكلام، انا بنرد بفعل. الرجاله كده، الرجاله بترد بفعل. درس القاسي اللي يوريه الاساس، اللي يعرفه تمامه، اللي يقوله انت تمامك كده، تمامك تحت الارض. اعرف مقامك والزم تمامك، ما تنساش نفسك. انت تمامك تحت بس. واحنا كلنا وراك شيكابالا. شيكابالا طالما بيحرق احنا كلنا وراك، واحنا هنثبت لك يا شيكابالا ان انت حقك ان شاء الله مش هيضيع. كلنا يا جماعه ندعم شيكابالا. شيكابالا لازم يندعم قدام الاعداء دول، الناس اللي ما بتحبش حد، الناس اللي عاملين الراجل ده عدوهم. بتعمل عدوك على ايه؟ يعني التعب والحرقان يعمل اكتر من كده. الحراق شيكابالا، الحراق شيكابالا. لازم يبقى في حركة، لازم يبقى في عقوبات على الناس دي. الناس دي اللي بتعمل الشحناء ما بين والتعصب ما بين الفرق. الناس دي شوفوا بقى مستلطين منين. يعني عايز اشوف اجراءات، مش طلع الراجل هو اللي غلط. لازم يبقى في كلام كتير،
لازما يبقى في قرارات كبيرة. مش هتكلم كتير. شكرا على المشاهدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وان شاء الله في فيديو قريب هنتكلم فيه عن الحدث كده ايه، شوية اخبار، شوية نتكلم على الاسماعيلي المصري، الفرق حبايبنا، علشان وحشنا كتير الفرق دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل جديد. وكان معكم محمد في قناة زمركاوي. السلام عليكم.